السلام عليكم فانيلياتي، يا رب تكونوا بألف صحة وبألف خير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية سمن بلدي مرملين في البيت وزي الفل، ومن غير ما نشتري زبدة ونسيحها، من حاجة موجودة عندنا في الفريزر ومش هنشتريها مخصوص ولا حاجة. أنا معايا هنا 2 كيلو وربع من القشطة محوشاهم في الفريزر. على طول لما بجيب اللبن واغليه أبيته لتاني يوم واخد الوش بتاعه أعينه في الفريزر لغاية لما اجي رمضان تلاقيني جمعت كمية محترمة. اللي في الحلة التيفال دول 2 كيلو وربع من القشطة، خدتهم رفعتهم على نار هادية زي الشمعة. أهم حاجة إن النار تبقى هادية قوي، وبقلب فيهم تقليب مستمر. كل شوية هرفعهم على النار وأوريك المنظر عامل إزاي. بعد مرور ساعة كده بتبتدي تسيح السمنة شوية أو تسيح القشطة شوية، وتفصل معايا كده شوية سائل وكتل من القشطة. بعد ساعة كمان تلاقيها ابتدت تفصل مادة زي الزيت من فوق، ومادة زي القشطة اللي هي وش اللبن من تحت. بعد مرور 4 ساعات تفصل معاكي كده خالص وتبقى مرتة من تحت، وطبقة الزيت اللي هي هتبقى سمنة بعد كده تلاقيها فصلت. لما توصل معاكي للشكل ده وللمرحلة دي بتطفي النار وترفعيها، تبدأي بقى تعبي عندك في برطمانات محكمة الغلقة كده السمنة بتاعتك. ضروري قوي 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 النار تبقى هادية، ضروري قوي ايدك فيها اثناء ما هي شغالة عشان تعمل معاكي مرتة زي القمر كده وسمنة زي القمر كده. القشطة اللي عندي كانت مخلطة جاموسي على بقري، طلعت لي سمنة بيضة وزي الفل ومرملة. هوريكي بقى كلوز كده على الترميلة عشان تشوفيها، وكانت ريحتها في منتهى الجمال بصراحة. كانت مرملة وحلوة قوي. طلعت معايا قد ايه؟ طلعت معايا 650 جرام من السمنة، وحوالي كيلو ونص من المرتة. فهي ما طلعتش كمية سمنة كبيرة، لكن كمية السمنة دي كلها انا كسبناها. لان انا ايه كسبناها دي؟ انا كسباها ترميلة حلوة، ما دفعتش فيها فلوس وكسبت سمنة بلدي. ان شاء الله تعمليها وتظبط معاكي. انا كده خلصت، اوعوا تنسوا ان احنا مقاطعين وهنفضل مقاطعين. صباحكوا زي الفل.